بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. الأم اللي ولدت في مستشفى حكومي بملاليم مش زي اللي ولدت بألوفات في المستشفى التخصصي. الأم اللي ولدت طبيعي وطلقت وتحملت طلق السنين محدش تحمله ولا يعلمه إلا الله مش زي اللي فتحت قيصري بالبنج. الأم اللي طلعت من المستشفى وابنها على ايديها بطولها مش زي اللي قعدوا 15 فرد يخدموها بره. الأم اللي طلعت بعد الولادة تاني يوم بره مش زي اللي قعدوا بيها يسبعوا لها أسبوع ويقعدوها 40 يوم. الأم اللي مارست حياتها الطبيعية بعد ما ولدت مباشرة وما كانتش تعرف إنها لازم تستريح مش زي الأم اللي قعدت تنخدم بالحلبة والفراخ والسمنة البلدي. الأم اللي جاهدت مع أولادها ورضعت طبيعي سنتين من جسمها ومن عظمها وكلسمها وسنانها وضعف بدنها مش زي الأم اللي قعدت والكل بيخدمها وبتجيب لبن صناعي بيتحط بالفلوس عشان خايفة على رشاقة جسمها وإن ما يبص شكل من شكلها. الأم اللي جات تدرس لأولادها سنين طويلة من حد 3 سنين ل6 ابتدائي ووفرت الفلوس لجوزها في جيبه مش زي الأم اللي ودت حضانة وكي جي 1 وكي جي 2 ومن 3 سنين وبيبي. الأم اللي رفعت ابنها على ايديها ورحب به السوق وعلى كتفها وفي عجلة السوق لما يمشي ويشاركها كل لحظاتها عشان تدبر معيشتها مش زي الأم اللي راح جوزها جاب لها العجل المخصوص عشان تشيل فيه عشان دراعتها ما توجعش. الأم اللي وفرت صحتها مش زي الأم اللي أهدرت صحتها على أولادها. الأم اللي جت حبت ورا عيالها وعملت معاهم أكنها طفلة صغيرة وقعدت تضحكهم وتهنيهم مش زي الأم اللي بتبغض على أولادها وغيرها بربيهم. الأم اللي سامحة مع عيلها وهي بتأكله وتقول له تيجي 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 يا انت جميلة انتي عشان يعرف ياكل مش زي اللي بتسممه اللقمة وتضربه عشان ياكل ده إن كل منها. الأم اللي بتقعد مع أولادها تشتكهم وتبشتكهم عشان توصل لهم المعلومة بصورة بسيطة وصحية مش زي الأم اللي بتضرب عيالها والعصاية واللي لما مؤاخذة في الرجلين بيبقى جنبها على الكنبة. الأم الحلوة اللي مش شكاية الجميلة اللي بتتحمل ألم وعذاب السنين كلها في صبر عيالها في تنهيدهم وفي وشهم وفي مشاكلهم مش زي الأم اللي كل شوية شغلة جثة في الخارج وفي الداخل عيالك عملوا عيالك سووا. لسه ما كملتش الحلقة. دمتم بخير.